استشهد حيدر المياحي، استشهد أيقونة الغيرة. مات قلب من قال للنازحين المرعوبين من الحرب: لا تخافون، لا تخافون، احنا أهلكم، لا تخافون. ورمى بسلاحه يعانق الأطفال ويقبل العجائز. مات هذا القلب، رحلت هذه الغيرة، استشهد هذا الشاب. كم في هذه الحرب من عبرة ووجع، كم من الألم فيها والفخر. كأنهم يرحلون لأن الدنيا لا تشبههم ولا مكان لهم فيها. هؤلاء أبناء الوجع والجوع، كأن أرواحهم أرفع مما في عالمنا، لذلك لا يبقون كثيرا معنا. ماذا يملك ليحب هكذا؟ وعلى ماذا سيحصل ليضحي هكذا؟ حتما لا يملك شيء ولا يطمع بشيء، بل هي روح حشد الرجال، غيرة الحشد والحشد الغيور، سادة هذا الوطن وتأج رأسه وشرفه وعزته. أعطي حقه أو لن يعطاه، عاشت بناته بخير أو لن يعشن، سيبقى هكذا يعطي رغم ما يسلب، يضحي وينصر ويبني ويستشهد، ليس لأنه لا يفهم ويخدع، بل لأنه لا يعرف إلا أن يكون هكذا. مهما شتموه وسرقوه وظلموه، لن ينقص من شرف عراقيته شيء، ولن ينقص من غيرته شيء، ولن ينقص من رجولته شيء، لا لشيء، فقط لأنه الحشد. احنا أهلكم، لا تخافون، أهلكم والله أهلكم، لا تخافون، يما لا تخافون، يما لا تخافون. المقطع هذا اللي انتشر يعني هو أن توافق المصور انتبه للموضوع وصوره. هذا المقطع يوميا يتكرر، مو بس من حيدر المياحي، يتكرر من كل المقاتلين. احنا نصعد العوائل بسيارات فريق الإعلام الحربي، وقبل لا نصعدهم نوزع لهم الأكل والفواكه، العصاير، المي، ونساعدهم كلهم. وحتى مرات يعني نطلع بواجبات بسيطة، نلقى العوائل نازحة نساعدهم بسياراتنا ونوصلهم، طبعا موافقة وتوصية مدير الإعلام الحربي. كن حجية، هات، لا تخافون، احنا أهلكم، لا تخافون، أهلكم والله أهلكم، لا تخافون، يما لا تخافون، يما لا تخافون، لا تخافون، لا تخاف، تعال، لا تخافون، تعال، يلا، لا تخافون، لا تخافون عمو. البنات الاثنين اللي تعلقن بي وش اسمه كانوا بعمر اطفالي بالضبط، بعمر بناتي الاثنين. انا عندي 3 بنات، بس الاطفال البنات الاثنين اللي تعلقن بي بعمر بناتي. ف يعني اللي تراوالي انه مو ما اعرفهم، اللي تراوالي هم بناتي يعني مثل. تعال الولد، تعال يمه، تعال يمه، تعالوا يا حبايب. هذا السلاح، هذا السلاح خلينا، هاك السلاح هذا سلاح، لا تمشوا، تعبونا ما يخلي شرب، تعال اشربوا، شرب مي. فذول الاطفال بكوا وشافوا سلاحها، بكوا والنساء كذا، فأط السلاح الصديقه صاح على النساء: تعالن خواتي لا تخافن. صاح على الاطفال: لا عمو لا باباتي، شربهم مي. مدرسه هذا. تعال حبيبتي، تعال شربوا مي، يلا خواتنا يمكن على راسنا حجيه. احد المقاتلين هو آمر سريع، فهم قاعد وياهم وفاهمهم، قال لهم احنا جايين على مودكم، احنا جايين من الناصريه ومن البصره ومن العماره، جايين من هناك على مودكم انتم.